جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. نفذتم الكلام اللي انا هقوله دلوقتي بحذافيره من غير اي معارضه ولا سؤال. اقدر اوعدكم باني اسلمكم الحرامي ده الليله دي قبل الساعه 12. على الله. وافقتم؟ ايوه مفيش مانع بس نعرف الاول ايه هي التجربه. شوفوا بقى. انتوا اولا تجمعوا لي كل الشغالين الموجودين في البيت الليله دي الساعه 8:30 بالظبط. اجمعهم لك فين يعني يا في اخويا؟ اي حته، بس المهم انها تساعد. اقدر اجمعهم لك هنا في اوضه السفره دي. خلاص اتفقنا. الليله دي هنتقابل هنا كلنا في الاوضه دي الساعه 8:30. ايوه مفيش مانع بس احنا لسه لغايه دلوقتي ما عرفناش ايه اللي انت ناوي تعمله. انا جاي لك اهو ما يا تجيني سوري. يا اخي وتقول بقى. انا اولا هحتاج لطبق فخار كبير. تقدر تجيبي لي ده يا عزيزه؟ طبق فخار كبير موجود يا اخويا، بس هتعمل بيه ايه؟ ايوه صحيح، هتعمل بيه ايه يا خالد؟ هتعرفوا بعدين. وهحتاج كمان يا ستي لديك صغير. ديك صاحي. ايوه صح. الظاهر ان احنا هنعمل ظاهر. اقول لكش تكونش عاوز لك كمان معزه من غير ودان ولا خروف اسود منقط ابيض. لا انا ما بهزرش يا جماعه، انا بتكلم جد. وعاوز كمان يا ستي شمعه واحده. شمعة؟ او بقى اسبوع. الله، دي هتبقى حفله مسليه قوي، والنبي تقول لنا يا خالي هتعمل ايه؟ يا اخويا قدامك. هو ده معقول ان الحاوي يكشف ورقه قبل ما يلعب؟ هتعرفوا كل حاجه الساعه 8:30. استنى لغايه الساعه 8:30. قولوا لي بقى، الباب ده يودي على فين؟ بيودي على الصاله يا اخويا، انما الباب التاني ده بيودي على المطبخ. يعني لو خرجت من الباب اللي يودي على الصاله ده ومشيت في الطرقه وحودت على اليمين اقدر اوصل للمطبخ؟ تقدر قوي يا اخويا. ومن المطبخ اقدر ارجع تاني هنا من الباب ده؟ ايوه، يعني اللي يخرج من الباب ده يقدر يلف ويرجع هنا من الباب التاني ده. يبقى خلاص اتفقنا. الاجتماع هيكون هنا الساعه 8:30، ومن دلوقتي لغايه الساعه 8:30 مش عاوز حد من الشغالين يخرج من البيت بتاتا. فاهمين يا اخويا. وانت يا عزيزه ما تنسيش تحضري لي الطبق الفخار والديك والشمعه. لا يا اخويا ما تخافش، مش هنسى ابدا. لكن تفتكر يا خالي انك هتقدر تمسك الحرامي؟ والله يا سناء يا بنتي ده كله متوقف على الطبق والديك والشمعه. ادخل. لا مؤاخذة يا ست هاني. عاوزه ايه يا انيس؟ كنت عاوزة يعني كنت عاوزة والله يا ستي كده اروح اشوف اختي لحسن سمعت من بتاع الحيس ان ملهاش كيف شوية دلوقتي يا انيسه. اعمل ايه يا ستي علشان الحق بس. تلحقي ايه؟ يعني قصدي اقول الحق اروح اشوفها وارجع قبل الحاسة. طب وايه اللي طلعها في مخك دلوقتي؟ ما انت عارفه من الصبح ان ملهاش كيف يا بنتي. معلش والنبي يا ستي معلش، اصلي يعني قلبي بيكون عليها قوي، وحضرتك عارفه اني ملياش خيلها في الدنيا. هقول لك ايه، روحي وامري لله. يا رب يخليكي، يا رب ما يخليكي. شفتيش هتعالي ايه ده بتحزن بنت تتحزن. اخف عني والنبي يا سيدي، ما خدتش بالي من ايه حضرتك. مالك مستعجله كده ليه؟ اصلها رايحه تشوف اختها العيانه. ايه ده وانت وافقتي على كده يا لا عزيزه؟ هي راجعه تاني قبل العشاء يا والاتفاق اللي اتفقنا عليه انت نسيتي ولا ايه؟ الاتفاق؟ اه والله صحيح افتكرت. طب بلاش دلوقتي يا انيسه، يبقى روحي لها يا اختي بالليل بعد العشاء، ولا اقول لك اسمعي بكره الصبح ان شاء الله. وانا مالي يا اختي انا وده بقى ده ليه؟ ما انا يعني اصل والنبي يا ست الله يخليكي كنت بقول كده اخطف رجلي بسرعه وارجع تاني. لا قالت لك بكره يعني بكره انت. حاضر يا سيدي، خلاص الامر لله. اروح بقى وابقى اروح بكره. قولي من هنا تعالي لو نعم يا سيدي. تقولي للشغالين كلهم ان مفيش حد يخرج منهم من البيت ويجوا لي هنا في الاوضه دي الساعه 8:30 بالظبط. فاهمه؟ فهمتي؟ حاضر يا سيدي هقول لهم. قولي بقى. ايوه الساعه 8:30 بالظبط. كلهم موجودين يا استاذ سليمان؟ ايوه يا استاذ عبد الخالق. كويس قوي. انتوا طبعا مش عارفين احنا جمعناكم هنا عشان ايه. انا هقول لكم بقى اللي حصل ان امبارح الصبح ومن الاوضه دي بالذات اتسرقت ورقه ب 10 جنيه.